السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحلوان. عارفين لما جرس الباب يرن والولاد تجري وهي فرحانة وتقول هيه عشان في ضيف جاي؟ في ضيوف تفرح جميلة كده مبتسمة وظريفة وبتيجي معاها الفرحة وترتاح لما تشوفها وتتكلم معاها، وفي ضيوف كئيبة تيجي وتمشي تزود همك وقلبك يتقبض وأول ما يمشوا تقول الحمد لله. على فكرة في حاجات ما بناخدش بالنا منها، حاول تتصل قبل الزيارة واستأذن عشان يستعدوا، محدش بيحب يتفاجئ بضيوف وهم لسه قايمين من النوم أو البيت مكركب، وأكد عليهم لو الوقت مش مناسب يبقى بلاش، بدل ما تروح على غفلة وتخبط كأنك رايح حملة تفتيش. سيب انطباع حلو عنك وخلي شكلك ولبسك حلوين وابتسم، لو في أطفال في البيت فرحهم ولو ببونبوناية، ودايما افتكر شكلك وابتسامتك هم بطاقتك الشخصية في الزيارة. لو رايح لزميلك ما توقفش في وش الباب عشان لو أخته فتحت ما تجرحش البيت، ولو مامته ما تدخلش رقبتك الطويلة وتقول لي فين محمد يا طنط وتبص يمين وشمال. بلاش تبقى زي الصداع النصفي تكبس على نفس الناس وتقعد 7 ساعات وتشتكي من كل حاجة وتكرههم في الدنيا وانت مكشر وقرفان. بلاش تطب على الناس فجأة وهم مش محضرين نفسهم. الغسيل في الصالة، الراجل ضارب مراته وعينها ورمة، بنتهم جاي لها عريس ومتزوقة. لما حد يقدم لك حاجة ما تتقرفش وتكرمش وشك، كل واشرب جبر خواطر كتر خيرهم، وبعدين ماله السحلب ما هو زي الفل. ما تقعدش في كرسي كاشف البيت، اختار مكان مستور عشان البيوت عورة وكده. وانت كمان يا حبيبتي بطلي تبص هنا وهناك. لما تروح تزور حد مريض خليه خفيف وقصر دقايق وسيبه يرتاح، وما تاخدش معاك ابنك اللي بيحب يفتش في الادراج وبيموت في شرب العصير وتقعد تحكي له عن انجازاتك لما سافرت بالقطر. هو بيكون تعبان ونفسه ينام، وخصوصا لو عامل عمليه. لو انت بتروح الزياره لاهلك من غير مناسبه ما تاخديش عيالك كلهم يا ست هانم، ولو جوزك مش موافق خلاص اقعدي وما تروحيش. خليه يندم ويقول كان نص الهم ولا الهم كله. ما تروحيش لجارتك وترجي معاها الصبح وتحكي لها قصة حياتك وهي لسه ما طبختش ولا سرحت شعرها، وجوزها يدخل وهي ناسية وقاعدة تتكلم مع حضرتك، جوزها يستحلف لها بسببك. لو الشخصية اللي بتزوريها بيتهم فيه مشكلة بلاش نظام يا عيني يا اختي يا ضنايا الله يكون في عونك حملك كبير معلش مش ناقصاك، ما تزورهاش احسن. لو في امتحانات عند الولاد الغوا الزيارة لأن أمهم في الوقت ده تجوز عليها الصدقة. في ناس مش بتحب حد يدخل بيتهم بالجزم وبتأذوا جدا، احترم عاداتهم واقلعوها لما تدخلوا جنب الباب، وخصوصا لو الدنيا بتمطر. لو ولادك بيلعبوا مع ولاد الناس اللي بتزوروهم لازم قبل ما تمشي تخليهم يلموا اللعب ويرتبوا المكان، عشان ما تخليش صاحبة البيت تدعي عليك وهي بتلمهم لعبة لعب. مش لازم تعلقي على كل حاجة في البيت، هي الكنبة دي مش كانت هناك؟ انت نقلت السرير هنا ليه؟ وجبت السجادة دي امتى وبكام؟ انت رايحة تزوريها مش تحققي معاها. بلاش تقولي الكلام اللي يجرح، مالك خاسة وشك اصفر كده، انت تخنت كده ليه؟ مالك متبهدلة كده، ما هي كانت بتطبخ من امبارح، طبيعي تبقى فظيع. وانت كمان يا فظيع عارفة انك زهقتي منها لان الزيارة طولت، بس مفيش داعي تصرخي كتير وتلطشي في العيال وتشد شعر بنتك وتعض ابنك كل ما يعدي عشان الدب يتكسف ويبقى حاسس انه السبب. تعبانه ما تعزميش حد. احلى حاجه الستات تقعد مع بعض في مكان والرجاله في مكان تاني عشان كله ياخد راحته، ولما تتحكي مع صحباتك زميل جوزك والجيران ما يسمعوش ضحكتك. لو انت المعزومه كلي حتى لو الاكل مش عاجبك، حرام عليكي دي طول النهار واقفه على رجليها ونكدت على جوزها عشان العزومه وسنين. وما تعمليش رقيقه ومش قادره ومعدتش مليانه، عارفينك وفاسينك. واخيرا ادخل بيوت الناس اعمى واخرج منها ابكم، مالكش دعوه بحد ولا بحاجه شفتها او سمعتها. خلي زيارتك خفيفة وكلامك قليل، احترام خصوصية الناس دليل على انك متربي مؤدب، واللي بيراعي الكلام والوقت بيبقى دايما خفيف على القلب. وخدوها نية لأننا دايما بننساها، زيارة مريض وإدخال سرور على مسلم حب في الله. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اللي جاي، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج حلواني بالمصري. سلام.